انا في جزئيه ممكن تكون خاصه بيا، انا مقتنع بجزئيه موضوع التصنيف الائتماني المصري ده في جزء كبير جدا سياسي انخفاضه، لكن برضو انا بتفق في حته التوافق المجتمعي والامن الاقتصادي واتفاق مع صندوق النقد الدولي كشهاده عشان نقدر نتعامل مع العالم الخارجي في موضوع الصكوك او القروض او كده. انا شايف الدكتور سيد عارف بيكتب وسبتك ما كلمتكش خالص عشان بقى ايه تقول. طيب انا هرجع بسرعه للتعليقات اللي كنت هقولها الاول. بالنسبه في تخوفات عند الدكتور صلاح. طبعا التخوفات دي نفس التخوفات اللي كانت عند حزب النور، فاجتهدنا ووصلنا لحل وسط. احنا قلنا اول حاجه بالنسبه للرقابه الشرعيه هيعينها الهيئه الشرعيه المنصوص عليه في نص الحكومه وزير الماليه. احنا قلنا هيئه الرقابه الماليه فتوافقنا. لا احنا قلنا هيئه كبار العلماء. هيئه كبار العلماء هم اللي يرشحون في الازهر. ففي النهايه والازهر ايدنا. يعني توصلنا في الاخر ان هيئه كبار العلماء هي اللي تعين هيئه الرقابه الشرعيه. وزير الماليه بعد اخذ راي هيئه كبار العلماء. طب راي الزامي؟ لا مش الزامي. ولكن علشان برضو نحتاط اكتر، الازهر كان قال ان الدرجه العلميه ان يكون حاصلين على الدكتوراه. الاستاذيه الحكومه قالت الدكتوراه، فنصينا ان هو تكون الدكتوراه ويفضل الاستاذيه لو تم، يعني لو في ناس مترشحه يفضل الاستاذيه، بس كان في تخوف ان ما يكونش عدد كبير يترشح معاهم الاستاذيه فيبقى ناخد بالدكتوراه، لكن اتوجدت الاستاذيه هي الاولى. فاحنا برضو ايه هو ده كويس، بس انا بقلق من حته عدم وجود الزاميه دي. انت عارف ساعه لما بتحب تمرر حاجه مهمه بالنسبه لك انا مع حضرتك، بس هم ايه كان وجهه النظر ان هم بيفعلوا نص الدستور، ان نص الدستور بالنسبه لتدخل الازهر او هيئه كبار العلماء في الماده 4 بعد اخذ رايه. تمام. فاخذ الراي الزامي، العمل بيه مش الزامي. فدي ايه اللي توصلنا له. احنا قلنا ايه اهو برضو يعني ارحم شويه من انه يكون طريقه مباشره. على الاقل احنا لما تجيلنا احنا كمعارضه راي هيئه كبار العلماء ممكن احنا نتبناه داخل المجلس. زي ما عملنا في ايه بالزبط. يعني احنا نكمل بعض. تمام. الجزء اللي تخوف منه الدكتور صلاح ان تدني العقوبه احنا اتكلمنا فيها، ولكن هي موضوع ال50,000 دي حد ادنى على الاقل. طب الاقصى زائد حبس سنه على الاقل. ففي حبس مش ايه، لكن انا معاه في ده اللي اتخذ الراي فيه. في حاجه بقى ما اتخذش الراي فيها، اللي هي ايه بقى؟ ان وزير الماليه كان في ايديه حق التصالح حتى لو صدر حكم ايه قضائي بات. بالاجتهاد داخل اللجنه بقت ايه رئيس هيئه الرقابه الاداريه. رئيس هيئه الرقابه الاداريه الاداريه. فبالتالي لكن لازال على الوضع الحالي ان رئيس هيئه الرقابه الاداريه هيئه الرقابه الماليه حق التصالح. حق التصالح. طب وجزئيه شركات التامين بقى يعني لا من بيبيح القانون بيجيز اصدار على الصكوك وثائق تامين. وثائق تامين ده بيجيزها. يعني ايه تمام. التخوف من ان لوزير الماليه ان هو في التعاقد مع الشركه اللي هتروج للصكوك يكون بالامر المباشر مش للقانون 98 سنه 89 اللي هو لازم مناقصات ومزايدات. وده كما هو يعني ما قدرناش نغير فيه حاجه، ولكن ده في الترويج بس. ده ضغطنا على قد ما نقدر، بس احنا ايه وزننا بقى زي ما يعني الدكتور علاء البحار بيقول ان ايجابيات القانون بتوزن انت ايجابياته وسلبياته. قبل العمل بتحفظاتنا دي كانت السلبيات اكتر فرفضنا القانون. بعد اخذ راينا بحوالي العمل براينا باكثر من 70% اصبح القانون ايجابياته اكتر من سلبياته فقبلناه لان التخوفات المهمه اتعالجت. تمام. بالنسبه بقى يعني انا برضو عايز ايه الدكتور صلاح بيقول ان الوعاء الضريبي الوعاء التمويلي في مصر هيبقى زي ما هو. احنا هناخد بس من البنوك وقروض البنوك، الناس هتسحب فلوسها من هنا تحط هنا وهتحط. لا انا مش معاك. في ناس كتير في مصر ما بتحبش تحط فلوسها في البنوك. بتستحرم ما بتحطش فلوسها، مستقله العائد على انه عائد ثابت، والمستثمر بياخد فلوس من البنك وبيحقق ارباح، هو عايز يبقى شريك في المشروع. ففي ناس كتير في مصر عايزه تستثمر في استثمار حلال وفي نفس الوقت يكون العائد بتاعه مرضي. فانا عارف ان هيبقى في ناس هتخش. بل بس أنا هل المشاريع هتدي اكتر من البنوك او تدي ارباح اعلى؟ بطبيعه الحال احنا لو نظرنا للماضي اقصى بنك هيدي 9% 7% 10%. تمام. بيجوا المستثمرين الكبار، شفنا احمد عز وشفنا ناس بتاخد الفلوس بتاعت الودائع وتروح تعمل مليارات. شفنا ارباح الافيال. طيب لا مصر تحقق ارباح في الماده الدستوريه الماده 14 في الدستور بتوصي بان يكون في اقتسام عادل للعوائد ما بين الانتاج والعمل.
او المدير او القائم على المشروع والعامل، فبالتالي وكذلك الممول، يعني بتوزع الايه الارباح بعداله، فبالتالي يبقى هنا الاداه دي كاداه تمويليه شرعيه هتساعد على ده. فناس كتير، بل انا ادعو ان المصريين طالما في بقى اصدار صكوك على ممتلكات دوله الخاصه، وعندنا بقى مناجم ومحاجر وحاجات فيها خير كتير، واخشى ان العائد يجي من مستثمر اجنبي هو اللي يستفيد بيه، ده انا بقى يعني انا بقوصي المصريين ايوه بقى يستثمروا في في الحاجات الصكوك، خصوصا في الاستثمارات الحكوميه اللي فيها خير. مش عايزين دول او شخصيات معينه في مصر هي اللي تسيطر على الخير ده. لازم عدد كبير من المصريين عشان يتوزع الخير على الشعب كله. يعني ده انا بوصي بكده ان احنا ما نحجمش او نتخوف على الموضوع. انا هستاذنك بس اسال سؤال الدكتور هشام، هل ممكن يبقى في صكوك على قناه السويس؟ احنا خلينا نقول احنا محتاجين الصكوك في الوقت الحالي. ليه محتاجينها؟ علشان بشكل اساسي زي ما تم الاشاره الى المرافق والبنيه الاساسيه اللي متهالكه، محتاجين مرافق وبنيه اساسيه جديده. طيب قبل ما ندخل آلية جديده للتمويل في هذه المجالات، من المهم دراسه مدى جدوى هذه الخدمات. واقع العديد من الخدمات اللي بتنتجها او بتقدمها المرافق العامه للدوله غير اقتصاديه، وبالتالي مهم انه يتم دراسه جدوى هذه الخدمات. الخدمات طب دي احنا بيكلموني بقى في كنترول، الوقت قرب يخلص، فعندك بقى ايه نقفل يعني في اتجاه عام رؤيتك، او نقفل بكلمه تقولها في اخر في موضوع الصكوك؟ موضوع الصكوك مهم جدا. القانون كان مهم يكون موجود، لكن قبل القانون عشان نضمن نجاح التنفيذ مهم يبقى البيئه تساعد، وفي ذات الوقت اللي انا شايفه في الظروف الحاليه الصكوك لن يقبل عليها الا جهات لها مصلحه مش موجوده في الاقتصاد. دكتور استاذ سيد عارف، انا بشكرك اولا بصفه شخصيه بعد ما سمعت الحلقه دي على المجهود اللي انت عملته يعني في موضوع الصكوك، واختم بحضرتك بقى. اتفضل يا فندم. انا اولا التخوف على قناه السويس طبعا احنا والحريه والعداله والحكومه وممتاز السعيد وبورسي حجازي الكل اجمع ان ممتلكات الدوله العامه في بقى الهرم والطرق والكباري وقناه السويس كل دوت خط احمر، ودي متفقين عليها عشان نطمن الناس. الحمد لله. احنا كان كل الجدل على ممتلكات الدوله الخاصه زي مصنع القوميه للاسمنت، زي مصنع الحديد والصلب، زي المصانع دي. تمام. الحاجه الثانيه ان الصكوك ما هياش بديله عن يعني انا الصكوك ديت علشان استنى زي ما الدكتور صلاح لما اخد قرض الصندوق النقد الدولي عشان احقق ثقه فاصدر الصكوك، ده انا عايز اصدر الصكوك عشان تكون بديله للقرض ما اخدوش خالص. الحاجه الاخيره ان انا بدعو القوى السياسيه لتفعيل وسرعه عقد مجلس النواب اللي جاي، لان انا دلوقتي يعني عندي رقابه لاحقه بالتشريع كمجلس شورى ان انا اصدر القانون سابقه، لكن ما عنديش رقابه لاحقه لان مجلس الشورى معهوش رقابه على التشريع بس. فانا عايز اراقب التنفيذ بتاع القانون وعلى غيره. التنفيذ الرقابه دي هتكون في ايد مجلس النواب لانها مش موجوده دلوقتي في ايدينا. يا ريت نسرع ونساعد وما نعملش عراقيل عشان مجلس النواب يجي يراقب الحكومه دي بالذات في القوانين الخطيره اللي زي كده. اخر حاجه انا بتمنى ان احنا نهتم بالمشروعات في موضوع الصكوك الاجتماعيه. اهم مشروع انا بطرحه هو للحكومه وهصيغه في دراسه جدوى. انا كنت مقدم في موضوع الدعم ان احنا ندخل الغاز لمصر كلها في خلال 5 سنين. دلوقتي ممكن بالاداه دي في سنه واحده هنوفر ال 18 مليار بتوع البوتاجاز ودعم السولر ودعم البنزين، اكتر من 100 مليار في دعم الطاقه. لو تحولنا عربيات وسكن ومصانع ومخابز للغاز الطبيعي، معانا اداه تمويليه تجيب لنا التمويل وتيجي شركه كبيره سواء مصريه او اجنبيه مش فارقه، لان ده هيعمل خدمه ويمشي، هيركب مشروع هو الموضوع الصكوك يطرحه الاستاذ سيد عارف أن في إطار البنية لأن تكون مصر كلها في السيارات والمنازل بالصكوك، وبخاصة ان احنا عندنا احتياطي من الغاز في البحر المتوسط. انا كنت كلمت مع الدكتور هشام مره وهنعمل مع حضرتك حلقه في المياه العميقه، في اكتر من 200 مليار دولار احتياطي متوقع في المياه العميقه في البحر المتوسط. بس نخلص مشكله ترسيم الحدود عشان الابار اللي في الاماكن الحرجه اللي بتتسرق في اسرائيل وقبرص وفي اليونان، نعرف هي يعني نحاول نفعل ترسيم الحدود علشان نعرف املاكنا فين وخيرنا فين ونقدر ندخله جوه نوصل. بختم هذه الحلقه هكذا يكون النائب. نشكر الدكتور او الاستاذ سيد عارف، يعني فعلا دور النائب هو ده دور النائب. دور النائب اكثر من الخدمات هو دوره في التشريع. شفنا خطوات متسلسله وانا سبته في اول حلقه يتكلم لان عجبني جدا ان يكون هذا دور النائب اللي احنا عايزين نفهمه للمشاهد، دور النائب في التشريع، وهو ده دور النائب اللي عمله الدكتور سيد عارف. وبنشكرك على هذه الجزئيه. استاذ هشام ابراهيم، انت استاذ تمويل ونحن سعدنا جدا بيك، ولينا لقاء تاني ان شاء الله في موضوع الغاز. بس زي ما قال الاستاذ سيد عارف فعلا مساله ترسيم الحدود
مهمه جدا. احنا بنشكر حضراتكم وسنتابع ما يفيد مصر وما يحقق النمو في حلقات تاليه متكرره. بنشكر حضراتكم مع تحيات اسره البرنامج وتحياتي اشرف قبيل.